في الفيديو تاع اليوم راح نسافروا لبوسنة ونشوفوا الأكلات المشهورة فيها ونشوفوا سحر وجمال المطاعم في البوسنة مع إطلالات في وسط الطبيعة. أول بلاصة بدينا بمنطقة بيهاج اللي جاية كامل في النور تاع البوسنة. وأول أكلة ننصحكم تجربوها هي السيفابي، يجي يشبه الشيش كباب بصح التتبيلة تاعو وحدها، ما يديروا فيه والو الداخل من غير هذيك الشيش كباب والبصل. راح نخلي لكم تحت نكتب لكم مين جربتوه عجبني بزاف. ومن بعد رحنا لهذا المطعم، واش نحكي لكم بزاف شباب، بصح الطريق تاعو واعره، يعني وجدوا بحثكم الطريق. كما راكم تشوفوا هذا المطعم جاي في وسط الشلال، قدم لنا دينا هذا البلاطو اللي فيه كلش، شريناه باستقام لنا 25 اورو. شوفوا واش كاين فيه، ما قدرناش نكملهم يعني خلينا نص هذاك لو بلا، وفريمون كلشي كان بنين، هما معروفين بالشوا. ومن بعد رحنا زدنا كملنا الجوله تاعنا في سراييفو. لهنايا راح تحسوا بحتيكم كش راكم في الترك، اجواء فريمون تركيه. اي بيان سور كي نقولوا الترك نقولوا البقلاوه، وعندهم كامل انواع تاع البقلاوه، يعني انا تقريبا كنت في النهار ناكل 10 حبات بقلاوه تالمون بنينه بزاف. كيما على بالكم دول البلقان معروفه بالبوراك، هما عندهم هنا في البوسنه ياكلوه في كل وقت، يجي محشي داخل بالفيونداشي ولا بالجبن، ويقدموه مع الياغورت والعيران. انا هنايا ديت بالفيونداشي ودرنا هذيك لاصوص تاع الياغورت من الفوق، وفريمون بزاف بنين. انا كي كنت في كرواتيا كليتو بلا لحم باسكو على بالكم كرواتيا ماشي حلال. وهنا جربنا هذا السينامون روز بصح بطريقه جديده، هذا السينامون معروف في لا اونغري، ويجي محشي بالداخل ديروا فيه واش حبيتو. وفي كل دورة تلقى واحد يبيع عصير رمان، ويجي طبيعي وما يزيدينو حتى حاجة. ومن بعد احنا جربنا بقلاوة من نوع اخر، هذه البقلاوة تجي محشية الداخل بالكريمة والجوز، بزاف بنينة. وثاني يوم رحنا لهذا المطعم، عنده اطلاله بزاف شابه، ويبيع هذا اللحم. هنا يشووه ما يزيدوا والو، يعني يزيدوا غير ملح، هذا مكان ويقدموه مع البطاطا. سعر الطبق للشخص الواحد هو 10 اورو، مع هذه الاطلاله ما عندهاش حتى ثمن. هذا المطعم شفنا الناس داين عليه لاشين، قلنا لازم نجربوه. يبيعوا سيبابي بصح يحطوه لك في سنيوه هكذا ان بلاطو، ويديروا فيه مقبلات وفرماج وخبز. وهنا واش نقول لكم بزاف بنين، لازم تجرب. على بالكم بلي البوسنه كانوا محتلينها العثمانيين، وداين بزاف من الثقافه تاعهم، كيما هذه القهوه التركيه اللي لازم تكون حاضره مع البقلاوه ولا تاي التركي. اخر يوم لينا في البوسنه حبينا نجربوا الاكل التقليدي، رحنا هذا المطعم يبيع الاكل المحلي تاعهم. جابوا لنا هذا لو بلا فيه كل شيء، فيه هذوك السيفابي، فيه الدولما، فيه ورق عنب محشي، يعني الاكل تاعهم يتقارب بزاف مع الاكل السوري والتركي بريس كيف. كما راكم تشوفوا هذا الريستوران عجبنا بزاف، الماكله كانت بنينه، الديكوراسيون شابه والاتموسفير شباب.